إخلاص محمد صلاح وأرقامه القياسية يتصدران عناوين الصحف الإنجليزية. تصدر النجم المصري محمد صلاح عناوين الصحف الإنجليزية والعالمية عقب مواجهة ليفربول أمام بورنموث في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز، ليس فقط بفضل هدفه الحاسم وتحضيمه لأرقام قياسية جديدة، بل أن بسبب لحظة إنسانية مؤثرة خطفت الأضواء بعدما ذرف دموع الوفاء خلال تكريم زميله الراحل دييغو جوتا. الصحف العالمية رأت في صلاح تجسيدا للجمع بين الإنجاز الرياضي والتأثر الإنساني الصادق، لتصفه بأنه رجل الجولة الافتتاحية بلا منازع. وكان ملعب أنفيلد قد شهد قبل انطلاق المباراة مشهدا استثنائيا في وداع دييغو جوتا وشقيقه أندريا سيلفا الذين رحلا في حادث سير مأساوي، حيث وقف الجميع دقيقة صمت ارتدى اللاعبون شارات سوداء تكريما لذكرهما. الموقف ترك أثرا بالغا على صلاح الذي لم يتمالك دموع عقب اللقاء، وهو ما وصفته صحيفة ذا جارديان بدموع وفاء من قائد حقيقي. وجاءت مباراة ليفربول أمام بورنموث في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز مشتعلة منذ دقائقها الأولى، حيث افتتح الوافد الجديد هوجو إيكيتيكي التسجيل قبل أن يضاعف كودي جاكبو النتيجة، لكن بورنموث رد سريعا بثنائية أنطوان سيمينيو في مباراة توقفت أحداثها للحظات بسبب تعرض اللاعب لإساءات عنصرية، لتزداد الأجواء توترا على ملعب أنفيلد. وفي اللحظات الأخيرة أثبت ليفربول شخصيته المعتادة، فسجل فيدريكو كييزا هدفا قاتلا في الدقيقة 88، ثم جاء الدور على محمد صلاح ليضع بصمته المعتادة بهدف رابع حسم المواجهة بنتيجة 4-2، وأكدا مرة أخرى أنه رجل اللحظات الكبرى. ورغم الإثارة داخل الملعب، خطف صلاح كل الأضواء بفضل إنجازه التاريخي الجديد، إذ أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل في افتتاح 10 مواسم متتالية منذ انضمامه لليفربول عام 2017، كما رفع رصيده إلى 10 أهداف في مباريات الافتتاح، هو أعلى رصيد لأي لاعب في البريمير ليج. صلاح واصل تحطيم الأرقام، فهدفه على أنفيلد حمل الرقم 105 له في الدوري على ملعب فريقه، ليضعه خلف أسطورتي البريمير ليج تيري هنري وسيرجيو أجويرو فقط. ومع ليفربول رفع حصيلته إلى 245 هدفا في جميع المسابقات، ليعزز مكانته كثالث أفضل هداف في تاريخ النادي بعد روجر هانت وإيان راش. أما أمام بورنموث تحديدا فقد واصل تفوقه التاريخي بعدما سجل 9 أهداف وصنع هدفين في 12 مباراة، بينما هاتريك شهير في ديسمبر 2018. إنجازات صلاح لم تتوقف عند حدود ليفربول، بل وصلت إلى تاريخ الدوري نفسه، حيث عادل الأسطورة أندي كول في المركز الرابع لقائمة الهدافين التاريخيين للبريمير ليج برصيد 187 هدف. لكن بعيدا عن الأرقام، كان المشهد الإنساني الأبرز حين ذرف صلاح دموع عقب المباراة في لحظة تكريم زميله الراحل دييغو جوتا وشقيقه أندريا سيلفا الذين رحلا في حادث سير مأساوي، حيث وقف الجميع دقيقة صمت ارتدى اللاعبون شارات سوداء. الصحافة البريطانية أجمعت على أن صلاح جمع بين عظمة الأرقام وصدق المشاعر. جارديان رأت أن دموعه بعد هدفه الأخير صنعت مزيجا مثاليا من الدراما الرياضية والإنسانية، فيما وصف تاك سبورت اللاعب بأنه لا يخيب أبدا في الافتتاحيات، واعتبرت سبورت سمولز سجله أمام بورنموث مرعبا.